عراقية تنجب 8 توأم في بطن واحدة. 8 أرواح فجرت وأثارت الصحافة الأمريكية والعالمية، وخصوصا أنه كان لديها 6 أطفال من بينهم توأم، ليكون مجموع أطفالها 14 طفلا، لتصبح بسببهم مليونيرة. ولكن ما سرها؟ وكيف استطاعت إنجاب 14 طفلا في بطن واحدة؟ في حدث لم يتكرر منذ عام 1750، أي منذ 270 عام. ولم يحدث أصلا في التاريخ أن قامت سيدة بإنجاب 8 أطفال عن طريق التلقيح. نادية سليمان. من أصل عراقي تحمل الجنسية الأمريكية، من مواليد كاليفورنيا عام 1975. تعمل كطبيبة نفسية، وأثناء العمل أصيبت في ظهرها، لترفع قضيتي تعويض وتربحها وتأخذ 170,000 دولار كتعويض. اتهمتها شركة التعويض بإصابة نفسها وأنها شخص مجنون بالمال والشهرة. تزوجت عام 1996 لمدة 4 سنوات، فشلت في إنجاب أي طفل، لتصاب بهوس وإرادة شديدة لإنجاب أطفال. وبعد الطلاق عام 2000 بدأت في متابعة هوسها، وقامت بتلقيح نفسها لتنجب طفلها الأول عام 2001، ثم قررت أن تلقح نفسها مرة أخرى عام 2002، وتختار هذه المرة أن تنجب بنت. وفي خلال 3 سنوات أنجبت 3 مرات أخرى عن طريق التلقيح، ولد عام 2003 وتوأم من ولدين بنهاية عام 2003 وبنت في عام 2004، ليكون مجموع أطفالها 6 أطفال، جميعهم عن طريق التلقيح، ولا تعرف أصلا أبائهم. فالسائل المنوي المعتمد كان من أشخاص مجهول الهوية. كان الطبيب الذي قد أجرى هذه العملية لها ويدعى كاماراف يحتفظ ب6 أجنة مجمدة لها. وفي عام 2008 تقرر السيدة قرارا مصيريا غريب أن تزرع 6 أجنة دفعة واحدة. كانت نادية أساسا تعيش على المعونات التي تتلقاها من الجمعيات بسبب أبنائها ولا تعمل، وقد اعتبرت كثرة أبنائها بمثابة كنز لها للحصول على الأموال. أجرت العملية وزرعت الأجنة 6، وبعد الشهر الخامس اتضح أن هناك 5 منهم تحولوا إلى أطفال. ويجد الطبيب شيئا مذهلا، نجح 6 أجنة في التحول إلى أطفال بالفعل، بل إن 2 منهم انقسموا إلى توأم أيضا، فيصير عدد الأطفال إلى 8 أطفال في بطن واحدة. في وقت كان التلقيح الصناعي أقصى عدد مسموح هو 3 أجنة في بطن واحدة. انتشرت أخبار نادية في كل مكان، وتم طرد الطبيب كاماراف الذي أجرى العملية في مجلس كاليفورنيا الطبي لمخالفته اللوائح. سببت أخبار التوائم 8 جنونا في وسائل الإعلام العالمية، وكان للجمهور ردا سلبيا إلى حد كبير، وتضمن حتى تهديدات بالقتل. كان هناك الكثير من الجدل في الرأي العام حول قرار نادية بالاحتفاظ بالتوائم 8. احتج الكثيرون أمام منزل نادية مطالبين إياها بالتخلص من الأطفال، بحجة أن هذه الأطفال عبئا على دافع الضرائب، وخصوصا أنها كانت تتلقى المساعدات. كانت تقوم نادية بعمل لقاءات تلفزيونية وصحفية كثيرة، وتحصل على أموال طائلة بسببها. قالت أنها ترفض الإيحاءات بأن قراراتها كانت أنانية، أو أنها قد لا تكون قادرة على رعاية أطفالها. وأضافت أنها شعرت أن المجتمع يحكم عليها بشكل غير عادل لأنها أم وحيدة، ولكنها تخطط أن تدبر أمورها بمساعدة من الأسرة والأصدقاء وكنيستها. في فبراير عام 2009 قدمت شركة فيفيد انترتينمنت لنادية ب1,000,000 دولار عرضا لها لعمل فيلم إباحي، ولكنها رفضت، إلا أنها قامت بالفعل سنة 2012 بتصوير فيلم إباحي لها، وحصلت على 1,500,000 دولار. نادية هي ابنة عسكري عراقي سابق خدم في الجيش، واضطر العودة إلى العراق للعمل هناك لمساعدة ابنته في رعاية أولادها، ولكنها وبسبب شهرتها كونت ثروة ضخمة ستكفيها للإنفاق على أبنائها 14 لسنوات طويلة.